يلا بينا نعمله في البيت. مكوناته سهلة وبسيطة وسريعة وخفيفة، وأحسن كتير من المحلات، وأكيد أوفر بكتير، وهيشرفك في العزومات لو عندك عزومة. يلا بينا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. بس يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة. كان معايا هنا نص كيلو من الفراولة، غسلتها كويس جدا، وبعد كده هبتدي أجيبها كده وأشيل منها العرق أو العنقود أو الورقة الخضراء بتاعتها دي، وهبتدي بقى أقطعها حلقات كده أو مكعبات على حسب راحتكم او الذوق بتاعكم. بس هو كده كده لازم تتقطع مكعبات صغيره عشان ما تاخدش معانا وقت على النار. وبعد ما قطعتها بالمنظر دوت هفضل اقلب فيها كده، وبعد كده هجيب تلت كوبايه من السكر الحبيبات العادي، وعليهم معلقتين كمان كبار، وهبتدي اقلب فيهم كده كويس جدا علشان خاطر عايزه الميه بتاعه الفراوله ديت تبتدي تنزل منها. وبعد كده هجيب نص ليمونه وهعصرها عليها، وافضل اقلب فيها برضو علشان خاطر عايزه اكبر كميه من السوائل تخرج منها في وقت اسرع بكتير. وبعد كده اول لما ابتدى السوائل بتاعتها كده تطلع بالمنظر دوت، هولع عليها النار هاديه جدا لمده ساعه او لحد لما المربى بتاعتي ديت تستوى. تمام كده. هجيب بقى معايا هنا في الوقت اللي هتستوى فيه المربى بتاعتي، هحضر بقى الكب كيك. جبت كده بيضتين زي ما انتوا شايفين بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت عليهم 2 باكت فانيليا وكمان كوباية من السكر الحبيبات العادية، وهفضل اضربهم كويس جدا لحد لما لونهم يفتح بالمنظر ده. وبعد كده هجيب بقى نص كوباية من السمنة على الزيت، والسمنة بتاعتي كانت سمنة عادية يا جماعة، اللي هي سمنة نباتية. هفضل اضربهم مع بعض كويس جدا لحد لما يوصلوا للقوام دوت. في الوقت دوت بقى هجيب كوباية من اللبن كده، وهضربهم مع بعض كويس جدا. انا هستخدم كوباية ونص بالظبط من اللبن. سعة الكوباية اللي هي كانت كوباية 250 ملي، اللي هي اكبر كوباية من الاكواب المعيارية. طب لو انتم مش عندكم اكواب معيارية هتستخدموا اكواب عادية جدا، بس هتكون الاكواب موحدة جدا في كل الوصفة. وبعد كده هجيب 2 كوبايه من الدقيق زي ما انتوا شفتوا كده، كوبايه دقيق اللي هو الابيض المتعدد الاستخدام العادي جدا. وبعد كده حطيت عليهم كيس من الكيك شيف. لو مش موجود عندكم كيك شيف هتحطوا بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر، بس الاحسن بصراحه الكيك شيف بيخلي الكيكه طالعه هشه ومظبوطه وما فيهاش حته طالعه وحته نازله، اللي هو الميلان اللي بيكون فيها ده. وبفضل اضربهم مع بعض كويس جدا كده زي ما انتوا شفتوا. وبعد كده هبتدي بقى اجيب هنا المعلقه اللي هي بتاعه الايس كريم ديت علشان خاطر تكون الاكواب مظبوطه او ممليه كلها زي بعض، مفيش حاجه تكون اكتر من حاجه. لو مش موجوده عندكم طبعا تقدروا بعينيكم توزنوا كده او تشوفوا الاحجام بتاعه الكوبايات بتكون قد ايه. طبعا هنا حطيت الورق الزبده دوت اللي هو بتاع الكب كيك في الصاج بتاع الكب كيك. وبعد كده ببتدي اشغل الفرن بتاعي على نار متوسطه، وبحط على الرف اللي في النص، وبكونش مشغله الشوايه، وبياخد تلت ساعة معايا في الفرن. وطبعا على حسب الفرن بتاعكم. انا الفرن بتاعي اللي هو الفرن العادي اللي من غير مروحة، وزي ما قلت لكم بحطه في الرف اللي في النص، وما بكونش مشغله الشوايه. لما بيستوى كده وبعد ربع ساعة من تشغيل الفرن، ما بفتحش عليه خالص عشان خاطر ما يهبطش معايا. لو اخد لون تمام، ما اخدش لون بفتح عليه الشوايه بياخد لون خفيف، وخلاص على كده طبعا الكب كيك بتاعنا خلص. هنا بقى سرعت عليكم الفيديو وعملت كريم جانتيه. عملته ازاي؟ جبت كيس كريم جانتيه اللي هو دريم، حطيت عليهم ربع كوبايه من السكر البودره، على ربع كوبايه من اللبن، على 3 مكعبات من التلج، وضربتهم لحد لما وصلوا للقوام ده. وهنا بقى كانت معي المربى اللي انا عملتها. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. طبعا لسه حتت زي ما انتوا شايفين، انا ما ضربتهاش علشان خاطر انا عايزاها تفضل حتت كده زي ما انتوا شايفين. هحطها بقى في كيس كده او في القمع دوت اللي هو بتاع بلح الشام، وببتدي اضغط عليها كده من النص. انا عايزه احشي الكب كيك بتاعي دوت بالمربى اللي انا عملتها ديت، تكون كلها محشيه من جوه كده زي ما انتوا شايفين. بضغط عليها كده لحد لما تتحشى القلب بتاعها من جوه. هحشي الكمية بتاعتي بقى كلها كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر دوت، واتبقى معايا التلاتة دول ما حشيتهمش بصراحة، او الكمية بتاعت المربى ما كفتش. هجيب بقى الكريم جانتيه هنا بتاعي اللي انا عملته معاكم، وطبعا سيبته في التلاجة علشان خاطر يسقع شوية، بما ان برضو ان انا كنت حاطاله التلج كان ساقع، بس برضو حطيته في التلاجة يمسك شوية. وبعد كده هبتدي بقى اعمله الشكل او الوردة اللي تريحكم. انا هنا كنت مستخدمة التب اللي هي الوردة الصغيرة، وبعمله بقى بالشكل دوت.
وبالمنظر دوت بيكون شكله حلو جدا بجد. وزي انتوا كده زي ما انتوا شايفين على قدي برضو، بس شكله حلو جدا حقيقي والطعم بجد جميل. هنا بقى هعمل اللي هو الميكس اللي مع بعضه، الوردات اللي هي الميكس مع بعضه. بجيب كيس كده زي ما انتوا شايفين وبغير التب بقى للي هو بتاعه الحلواني. وهنا بصوا الكيس دوت حطيت فيه كريم جانتي عادي، والكيس دوت برضو حطيت فيه كريم جانتي، بس حطيت عليه كام نقطة من اللون الأحمر كده عشان خاطر أخليه اللون البامبي، وبضغطهم الاتنين مع بعض بقى علشان خاطر يطلعوا معايا الوردة اللي هي الميكس الأبيض في بامبي كده اللي هي بالمنظر دوت. بصوا بقى الحلاوة بجد، الفكرة دي حلوة جدا. وطبعا تقدروا تحطوا أي لون بقى مع بعض، أي ألوان بتحبوها تحطوها مع بعض بيكون شكلها حلو جدا. بصوا الوردات بقى هنا طبعا تزينوا بقى الوردات على حسب الرسمة اللي بتفضلوها وتحبوها ويكون الشكل اللي عجبكم. بصوا بجد بجد حقيقي حلوة، والرسم دوت او التزيين دوت بيبقى ممتع بجد. هنا بقى معايا الفراولة ديت حطيتها برضو قطعتها كده زي شرايح وحطيتها على الوش بتاع الكب كيك كده. بصوا الحلاوة بجد. عايزة اقول لكم ان انتوا اصلا لما بتعملوه في البيت حاجة كده ممتعة، لما بتعملوها كده في البيت بجد حلو جدا. واكيد انتوا ضامنين الحاجة انتوا بتعملوها في البيت ازاي. هفتح لكم بقى واحدة عشان تشوفوا قلبها من جوه عامل ازاي والحلاوة بتاعته عاملة ازاي. هفتح الورق بقى طبعا بتاع الكب كيك دوت اللي هو الورق الزبدة، وبعد كده هوريكم بقى من جوه الشكل بتاعه النهائي بيكون عامل ازاي. بجد حقيقي تحفة جدا بجد، اتمنى تجربوه. بصوا بقى الحلاوة. يا ريت بقى اللي لسه ما عملش لايك لحد دلوقتي ينزل ويعمل لايك ويشير الفيديو لاكبر عدد ولاصحابه كلهم، علشان خاطر عايزه الفيديو دوت يوصل لكل الناس عشان تعملوه في البيت. وبجد سهل جدا وسريع. هنا بقى عملت الصوص بتاعي، عملته ازاي برضو صوص الفراوله. عملت عصير فراوله عادي جدا بس ما حطيتش عليه ميه، ضربت الفراوله من غير ميه وحطيت عليها السكر عادي، وبعد كده حطيتها على النار مع يعني نطرة خفيفة كده أو رشة خفيفة من ملح الليمون، وخليتهم يغلوا مع بعض لحد لما السمك بتاعها يتقل كده وتطلع فقاقيع يعني تقيلة زي الشربات كده. وبعد كده ببتدي أصفيها وبحطها بقى في إزازة وبتطلع بقى الصوص الجميل دوت. وكاتبالكم بحبكم يا أجمل إخوات في الدنيا، وياريت ما تنسوش تدعموني باللايك. وهقطع لكم بقى الحتة كده من قريب علشان تشوفوا بجد هي قد ايه هشة وجميلة، وتحس ان هي جاتوه صغنن كده في نفسه، وبجد شكلها حلو جدا حقيقي. لو عملتوها في عزومات او حد مثلا جالكم ضيف وكنتم محضرين كريم جانتيه مثلا او الحاجة في التلاجة، ما بياخدش معاكم وقت خالص اساسا عمايل الكب كيك نفسها. بجد حقيقي تحفة. بصوا بقى الهيشان بتاعه عامل ازاي، بيتقطع بسهولة، ورغم كل دوت ان انا عملته في نفس اليوم يعني ما بيتهوش ولا حاجة زي ما بنعمل في التورت ولا حاجة. بجد هش حقيقي وجميل. اتمنى تجربوه ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم جدا يا اجمل اخوات.